السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده فيديو مختلف خالص خالص عن ما احنا متعودين، بس قبل ما اقوله لكم اللي ما اشتركش في قناتي يشترك بقى وتشجعونا ان شاء الله. ايه بقى يا بنتي يا بطة اقول لكم؟ في ناس من حبايبي متابعيني حبايب قلبي، ربنا يديكم الف صحة وعافية. قالوا لي ان يعني ان في ناس مش بتحب الاعشاب وفي بيحب الاعشاب. طيب، في ناس بتعترف زي ما احنا في حياتنا العادية ان احنا بنعترف، في بعضنا بيعترف ان لا 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 مش هاخد ادوية، وفي بيقول لك لا انا هاخد ادوية، في يحب ياخد اعشاب وفي ما بيحبش. فانا هقول لكم بما يرضي الله في قناتي بقى هنغير. مرة هنقول على الأعشاب وفوائدها وفعلا بتجيب نتيجة مع الطيور ولا لأ، ومرة هنقول على الأدوية ونشوفها بتجيب نتيجة ولا لأ. بس فعلا ده بيجيب وده بيجيب، بس كل حاجة ليها مزايا وليها عيوب. العيوب لو انت زودت عن الجرعة المطلوبة، زي ما احنا بنشرب، ينفع نشرب 3 اقراص برشام مثلا مع بعض؟ نفس القصة الطير، وخاصة ان الطير جهاز المناعة بتاعه ضعيف. انا مش هطول عليكم عشان الناس ما تزهقش مني، بس عايزة اقول لكم اللي انا هقول لكم عليه النهاردة بيعمل على كذا حاجة: على زيادة الوزن، بيعالج البرد، آه في فوائد كتيرة قوي، مسكن قوي جدا للآلام. لكن هو في حاجة تانية، ان لو الطير الشر بره وبعيد مجروح لا ما ينفعش تاخده، لانه هيعمل هو اصلا بيعمل على بسيولة. فلو انا عندي طير كمان مجروح واديتهوله، لا الطير هيجيله سيولة عالية جدا وهيتعب مني. شفتوا كل حاجة ليها مزايا وليها عيوب وليها فوائدها وليها اضرارها. فانا لازم ابقى عارف الحاجه اللي هاخدها دي فعلا هتبقى كويسه لطيوري ولا لا، وهعرف استخدمها ازاي. عايزه اقول لكم ان اللي هقول لكم عليه النهارده ده الريفو بتاع زمان اللي احنا متربيين عليه. يعني انا زمان كانت اي حاجة، اللي عنده مغص، اللي عنده صداع جامد جدا، اللي عنده برد، يقول لك ايه؟ خد لك قرص ريفو، خد قرص ريفو. ده كان اكتر حاجة متاحة، ده من فترة طويلة، غير دلوقتي بقى ان في حاجات كتيرة جدا 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 مختلفة. اولا هو كمان بياخدوه على فكرة الروماتيزم، لما يكون حد عنده روماتيزم بياخد قرص منه. زائد ان الريفو بقى يا جماعة بيعمل على زيادة الوزن، دي كمان من الحاجات المهمة. في الريفو بيزود الوزن، اقول لك بيزود الوزن، جرب وشوف. لما الطير يا جماعة احنا ممكن ما نبقاش عارفين هو بيشتكي من حاجة. الطيور عموما بيجي لها وجع وبيجي لها مغص وبيجي لها انتفاخ وبيجي لها حاجات كتير والام في رجلها وحاجات كتير زيها زي البني ادم. انت ما تقدرش تحس بيها، لكن ممكن تستشعر كده من على بعد. لو حسيت ان الطير مهنج، لو الطير مريح، لا يبقى انت عارف ان بتضطر تديله حاجه. قلنا ان في ناس معترضة على الاعشاب، وانا اصلا من الناس اللي بتأيد الاعشاب جدا، وفي ناس حبايبي عايزين الادوية. الريفو ده يا جماعة من الحاجات الحلوة اوي للطيور. بيزود الوزن، بيضيع الالام. لو في الطير عنده اي الم في معدته، في اي حاجة في جسمه. كمان ان مخفض لدرجة الحرارة، ودي حاجة بقى مهمة أوي داخليا وخارجيا. يعني ايه؟ يعني الطيور في درجة الحرارة العالية دي بيجيلها احتباس حراري. لو اديتها قرص من ده، طب هديه قرص ازاي؟ همسك بق الفرخة كده واحط قرص؟ لا، هقولك ازاي تحط لهم الأدوية دي، الدواء ده. طبعا ان انا محتاج قوي اي حاجة تخفض لي درجة الحرارة، خاصة في الجو اللي احنا فيه وارتفاع درجة الحرارة. واوعي تحط الطيور بتاعتك في حاجة تبقى معرضة للشمس، لان ده خطر عليهم جدا.
الريفو يا جماعة من الحاجات الصحية على فكرة، مش ضار ولا حاجة. ده كمان بيعمل على، هقول لك صح، انا بقول انه بيزود الوزن، ايوه، ده هو علشان هو في حاجة مهمة قوي، بيعمل على توسيع الأوعية الدموية بتاعة الطير. ما هي فدي بتعمل عملية تنشيط عالية للطير، فما شاء الله الله أكبر يقوم مزود في الوزن. كمان عايزة أقولك على حاجة، آه بيعمل على إيه، يعني بيخلي الطير كمان يسحب أكل معاكي، يعني يسحب كمان اكل كتير. يعني ايه يسحب اكل كتير؟ مش احنا لما بنيجي نحط الشطه بنقول الشطه بتعمل على زياده الوزن، وكمان بتخلي الطير يسحب اكل كتير، ففي الحاله دي الطير يكبر معايا بسرعه. نفس القصه، نفس القصه. كمان عايزه اقول لكم ان الريفو يا جماعه هستخدمه ازاي. يعني انا دلوقتي بقول الريفو حلو، هحط قد ايه؟ لا هقول لك هتحط قد ايه. هتاخدي قرص واحد من الريفو ده، قرص واحد هتحطيه على رتل ميه، قرص واحد على رتل ميه. القرص ده اوعي تزودي، لا تفكري ان انا لما ازود ان ده هيبقى صحي للطيور، لا، هتحطي على رتل ميه. طب بعض الناس بقى ما بتعترفش انها تحطه في الميه، عايزه تحط الريفو في اللهم صل عليك انا في العلف. حطي في العلف، هتعملي ايه؟ هتطحنيه. هتجيبي قرص من تجيبي قرصين من الريفو، قرصين، وتجيبي كيلو علف وتحطيهم عليه، تقلبيهم جامد عليه. بقى بنطحنه لان طحن الحاجه هتعرفي تقلبيه كويس قوي في العلف بتاعك، هتعرفي تقلبيه في العلف كويس قوي، يبقى حلو جدا. انت معاكي خيارات كتيرة قوي، لكن الاهم ونخلي بالنا اوعي يكون الطير بتاعك مجروح فتقومي تديله ريفو، هيعمل سيولة اكتر، لان الريفو بيعمل على سيولة في الدم، بيعمل سيولة في الدم اصلا. بالك انت بقى لو انا حطيته وهو مجروح يبقى انتهى الامر بقى. فعايزه اقول لكم ان الريفو من الحاجات الحلوه الكويسه، اللي هي كمان سعره رخيص جدا. يعني الشريط ده كله ب5 جنيه، هيعمل معاكي قد ايه؟ هيعمل كتير، يعني ممكن تستخدميه شهرين زي ما بيقولوا. هتحطي الريفو كل قد ايه؟ انت بقى على حسب ايه الوضع عندك. الطيور عندها برد، عندها زكام، مخنشرة، الطيور تعبانة، عندها مريحة منك، مكسلة، حطي منه، ما فيهاش اي مشكلة خالص. الريفو يا جماعة ما فيهوش اي ضرر، بيعالج البرد، بيعالج الانفلونزا، الخنشرة اللي عند الطيور، الاحتباس الحراري، ألام، أي ألم عند الطير هيريحولك. المهم ان احنا نستخدم الجرعة مظبوطة. ده اللي كنت عايزة اقوله لكم، لان يا حبايب قلبي في ناس عايزة ادوية وفي ناس عايزة اعشاب، احنا هنشتغل على الناحيتين، هنرضي جميع الاطراف، لان انا احب ارضيكم باذن الله. ربنا يا رب يرضينا كلنا ويرزقنا من وسع. مش هزعل حد مني، اللي عايز ادويه يبقى ده متاح له، واللي عايز الاعشاب يبقى ده متاح له. واتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي ان شاء الله. بص انا كنت حابسه البط فوق كده ليه؟ لاني خلاص هبتدي افصل بقى البط عن الفراخ، لان ما ينفعش ان هما يبقوا مع بعضيهم، كل طير المفروض يتحط بحدة لوحده. اتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.